افسحوا لي صدوركم. عايز اتكلم معاكم في موضوع اذا خدناه بتشنج مش هنوصل لحاجه، وهو مبرر واخده مدخل لما نحن فيه الان. انا هتكلم عن الشابين احمد مالك وشادي ابو زيد. وانا بتكلم عنهم انا مش شايف ان الموضوع كبير قوي كده لدوله كبيره زي مصر فيها ولدين شابين عملوا تصرف بذيء وجارح ومش محترم ويعكس حاله من حالات عدم الاتزان، وكل اللي الناس قالوه صح. يعني ده الموقف المبدئي. الموقف المبدئي ان هناك تصرف من شابين عملوا شيء قبيح. في ناس كتير بتعترض على الشرطة بما فيها وسائل الإعلام وبتنتقد، والشرطة مش ملايكة ولا الإعلام ملايكة ولا الساسة ملايكة ولا حد في البلد دي ملايكة ولا في بشر ملايكة في أي مكان في الوجود. احنا مجتمع بشري عنده صوابه وعنده أخطائه، وقد تكون أخطائنا الآن أكبر من صوابنا. فهذا المجتمع وهو بيواجه مشكلة زي دي تبقى مشكلة صغيرة. احنا عندنا حاجات كتير مهمة قوي، ده بلد كبيرة، بلد فيها 90 مليون وعندها تاريخ وعراقة، فأن تضيق جدا وتصبح قضيتها شابين عملوا تصرف الأغلب يراه بغيضا ولهم أنصار يؤيدونهم، طبيعي وارد. اي قضيه في الدنيا هتلاقي كده، هاتوا اي قضايا من اللي دخلنا فيها هتلاقي مع وهتلاقي ضد. لكن احنا على طول منقسمين وما عندناش فكره قبول وجهه النظر الاخرى، حتى وانا بشوف انها غلط، بس هو دي وجهه نظره. فوجهه نظره، واذا كنت انا بقوم او اقيم يبقى لازم يبقى عندي ادوات. فانا واخد المدخل بتاع الشابين علشان ننظر إلى أنفسنا بمنتهى الصراحة اللي في الدنيا. هذا مدخل فقط لا غير. هناك أكثر من طريقة للتعامل. أن تترك القانون يأخذ مجراه إذا كانوا اللي فعلوه غير قانوني. أما رد الفعل المجتمعي فقد حدث، اتذبحوا وأهينوا واترفضوا، مش عايز أقول كمان مستقبلهم ضاع. يعني لا احمد حد راضي يمثل معاه ولا حد هيفكر ياخده في عمل دلوقتي، ولا شادي نفس الشيء خالص، لانهم اخطاوا خطأ كبير. احمد معترف بالخطأ وشايفه، وشادي مش معترف بالخطأ وشايف انه على صواب حتى لو كان هيدفع الثمن. الاغلبيه في المجتمع اللي ظاهره شايفه ان اللي عملوه شيء يستحقوا عليه السجن، الموت. وفي ناس شايفة قطاع ان هذه حرية تعبير ورأي. ولو اتناقشنا بقى في حرية التعبير والرأي هنتكلم كتير قوي. هي حرية التعبير دي بلا سقف خالص، هي تعمل اللي انت عايزه، هي تيجي على عساكر غلابة واقفين متبهدلين متشحططين. كان ممكن واحد من الاتنين يبقى هو هذا العسكري ويتحط في هذا الموقف المهين غير الأخلاقي، او لا، فهنتناقش فيها للصبح. حكاية السجن بقى دي موضوع تاني. في قانون، لو القانون بيقول انهم يتسجنوا، اللي عايز يسجنهم بالقانون يسجنهم. خلينا ناخد وجهة النظر التانية المؤيدة اللي بتقول لك ايوه وانتوا شفتوا وقاعدين يعددوا الجرائم التي نسبت للشرطة. طيب خليني اسلم معاهم بان اغلب ما نشر هم مجمعين حاجات بعضها حقيقي وبعضها كان مزيف، بس ماشي. هناك اخطاء للشرطه طبعا، كلنا بنقول ان هناك اخطاء للشرطه، هناك تجاوزات لبعض افراد من الشرطه وتجاوزات كبيره، نعم نطالب طول الوقت بتصحيحها. هل لوجود اخطاء علي ان اقبل اخطاء؟ ما هو ده نفس الخطا الاخر في مواجهه اللي عملوه، التصرف البذيء اللي عملوه. كان هناك تعليقات وردود فعل بذيئة ممن يتحدثون عن الأخلاق. طب وأنا بتكلم عن الأخلاق،
اقدم نموذج اخلاقي ولا اقدم نموذج ارتكب نفس الخطأ الذي انتقد الاخرين فيه؟ انا برتكب نفس الجريمة، وانا عايز اطلع ان دول وحشين قوي، بقيت انا كمان زيهم وحش قوي وسافل وقليل الادب. بنفس المنطق هرجع تاني للي بيأيده. هو انتم مختارين نفس المنهج ونفس الاسلوب للاخطاء اللي انتم بتعترضوا عليها، فقررتوا في مواجهه البذاءه بذاءه؟ اذا كان في بذاءه من افراد فاللي انتم عملتوه بذيء جدا. طب انتم عايزين تقدموا نموذج كويس ولا نموذج زباله؟ يعني انتم كنتوا عايزين توصلوا لايه باللي عملتوه؟ انك تقدم نموذج حقير لانك ترى اشياء حقيره؟ ده مش تغيير في مجتمع. هو انتوا الشباب اللي احنا بنراهن على ان انتوا يمكن ان تغيروا في المجتمع؟ علشان تغير في المجتمع لازم تقدم قيمه. ما هي القيمه؟ احمد مالك ممثل كان يستطيع من خلال اعماله ان ينتقي اعمال محترمه، انه يقدم قيمه بتمثيله، انه ينجح، يبقى حريص على النجاح جدا علشان يبقى ممثل مؤثر فيقدر يغير في المجتمع. فالشباب اللي بيشوفوه يقلدوه، يعجبوا باعماله. هرجع تاني اضرب امثله. احمد زكي كان ممثل، ما عرفتش ان احمد زكي مناضل سياسي، بس احمد زكي عمل ضد الحكومه. ممدوح عبد العليم عمل كتيبه الاعدام. احمد زكي تاني عمل البريء. نور الشريف، عزت العلايلي، ممثلين كتير قدموا قيمه بتكشف عن فساد في مجتمع، في فساد محتاج يتغير. الممثل يمثل والاعلامي يقدم قيمه. والاخ شادي اللي كان بيطلع الناس كانت بتضحك على شادي لانه وشه بلاستيك، بيقول كلام هزلي بوش بلاستيك جدا، مش مدي اي انطباع ولا بيضحك ولا حاجه، فكانت دي ميزه. فقلنا ولد ممثل كويس، الواد ده ممكن يبقى يقدم برامج ساخره من هذا النوع، كان يقدر ينجح جدا ويقدم. ما الذي جناه احمد مالك او شادي غير اللعنات وانهم خسر المكان اللي كان فيه، النافذه اللي كان بيطل منها فيقدر يطور نفسه ويقدم قيمه؟ كده متفقين؟ يبقى طريقه التفكير دي غريبه شويه، ان انت بتدافع لانك ترى في الطرف الاخر اللي تم السخريه منه من جندي او ضابط بعضهم عنده اخطاء وانتم ملائكه يعني، فبعضهم عنده اخطاء تقوم تسفه من جهاز بالكامل بكل من فيه، وافاجئ بناس مشيره وقاعده تشتم في الجيش والشرطه. هو ده الحل؟ دي وجهه نظركم كشباب علشان تغير؟ هو ده الحل؟ لا مش حل. ولو حل لو كان بالشتيمه، الصفحات مليانه شتيمه للصبح، عمره ما كان حل. طب من الطرف الاخر، الاثنين قلالات الادب ما تربوش كويس، ماشي، الذي يحمل هذا الراي عايزين يتربوا، وعايزين يتربوا هنا هم ما تربوش لان المشكله في اهاليهم، ولا ده جيل كامل المجتمع فشل في تربيته؟ انا شايف ان المجتمع فشل بالكامل في تربيه اولادنا. هل جيل الاباء جيل شريف ونزيه ومقدم نموذج محترم طول الوقت لجيل الابناء علشان كده مندهشين انهم طلعوا وحشين؟ جيل الاباء بتاعي واللي قبلينا جيل مستنزف، جيل مشغول، جيل بعضه اناني. غابت مؤسسات الدوله على مستوى التعليم وعلى مستوى الاعلام وعلى مستوى الصحه وعلى كل المستويات، فطلعنا اجيال مشوهه. فبقت جماعه ابني مش البيت ولا المدرسه، بقت الرفاق، الاصحاب، المجموعه اللي حواليه هي اللي ممكن يموت نفسه عشانها مش عشان ابوه. هو ممكن يجيب العار لابوه وممكن يجرح ابوه وقد يتجاوز في حق ابوه الا صاحبه، وبيستمد الافكار والقيمه من صاحبه. ولو صاحبه حتى بيفكر بطريقه غلط بيروح معاه علشان يظل جوه هذه الدائره. فالتربيه كانت غلط. طب واحنا عايزين نربيه، ناخدهم نوديهم السجن ولا نربيهم؟ طب نربيهم ازاي؟ لو سجن، هو اللي بيطلع من السجن بيطلع متربي؟ بيطلع مكسور. هل انا الحل بقى دايما السجن؟ فاطمه نعود تقول راي خطأ واعتذرت عنه ورد عليها 1000 مرة وتراجعت، هل هو الحل السجن؟ حل على طول. هي فكرت كده، طريقة تفكيرها كانت كده، طريقة تفكير غلط، فلما لقت رد فعل مجتمعي وحست انها غلطت قالت انا اسفة، انا غلطت،
احمد مالك طلع انا اسف انا غلطت